معانا ومعاكم كابتن محمد عباس حكم لقاء اليوم. كابتن محمد اهلا بيك معانا. ويعني خليني اقول لك ان المباراه تحكيميا من وجهة نظري كانت هادية، وأديت مباراة جيدة برضو من وجهة نظري ونظر محمد عبده واحنا بنتفرج، بصرف النظر عن طبعا انه في جدل على بعض الحالات، لكن طبعا مش هنسألك عليها لان احنا عارفين انه مش مفروض انك تتكلم فيها. اهلا بيك. اهلا بيك يا عثمان، وازي حضرتك وتحياتي للمستمعين ولحضرتك. احنا يعني بنتصل بيك يمكن بعد المباراة على طول، وعلشان وصلنا ان في مشكلة مش خاصة بيك، هي طبعا بكل الحكام، انما عندك الحكاية اكتر شوية وهي خاصة بالمستحقات. يا ريت نعرف التفاصيل. الحقيقة بقت مشكلة مزمنة شوية يعني بقيت يعني محرج اتكلم فيها من كتر الكلام فيها، بقيت محرج اتكلم فيها الحقيقة. يعني ليها مستحقات من سنتين قسم اول، ليها مستحقات السنة اللي فاتت، وفي زمايلي ليهم السنة اللي فاتت، لكن انا يمكن ليا 10 تقريبا 10 ماتشات من السنة اللي فاتت ما خدتهمش لسه في القسم الاول. زي زمايلي كلهم القسم الثالث ما خدناش، يعني في بعض المستحقات ليا، لكن وعدت ان شاء الله انها تخلص الاسبوع ده. طب يعني في وعد ان انا اقبض ان شاء الله هتخلص المشكله الاسبوع ده بامر الله. كابتن محمد، يعني سنتين كاملين يعني ما بتاخدش مستحقاتك، وطبعا ما انتش حاله فريده، يعني كمان في ناس تانية على نفس الشكل ده او ليها برضو مستحقات كتير. يعني مش عارف هل ده سببه ان انتوا بتسكتوا على مطالبه بحقكم ولا في اسباب اخرى؟ يعني انا برضو مش فاهم ازاي حكم يقعد يشتغل سنتين وما ياخدش فلوسه. لا، هي مش سنتين ما بناخدش فلوس، بناخد فلوس بس بناخد فلوس مجزئه. يعني بمعنى ايه؟ ممكن العب 10 ماتشات اخد ماتشين، ممكن العب مثلا بلعب القسم الاول واخد مثلا نص القسم الثاني، فالعمليه مش كل المستحقات موجوده. لكن انت عارف ان احنا هواه ومش هنوصل للمستحقات، لكن لما تبقى تزيد شويه بغض عننا بنتكلم ان احنا بشر وبنصرف زينا زي اللعيبه زي المدربين زي المدربين، كلنا لنا مصروفات يعني. فالكلام اصلا الواحد ما بيحبش يتكلم هنا. احنا هواه في الاخر يا كابتن عثمان زي ما حضرتك عارف، احنا هواه بنلعب للتحكيم حبا فقط. ولولا الحمد لله ان مثلا شغلي كويس او في دخل كويس من الشغل الخاص بتاعي، كنت قعدت في بيتنا الحقيقه. لكن الحمد لله انا برضه بتكلم لان المستحقات زادت شويه، بس انها وفي الاخر في الاول وفي الاخر هي مستحقات. يعني هي طبعا الحكام عندنا لو ما عندهمش دخل تاني كانت بقت كارثه، كانت بقت مشكله. يعني طبعا احنا عارفين انه لو ما فيش مهنه تانية غير انه يبقى حكم دي كانت بقت يعني فعلا تصل لحد الكارثه، لانه كان الناس هتاكل منين؟ يعني ما هو ده منطقي يعني. لكن هل في يعني خطوات قريبه بتنبئ بان المشكله دي هتتحل على مستواك انت فقط ولا على مستوى كل الحكام؟ هو على مستوى كل الحكام اكيد، لكن المستوى الشخصي بصراحه يمكن خدت وعد النهارده من الكابتن ماجد دمنهوري ان خلاص خدت الحمد لله هيتسوى خلاص، وفي خلال اسبوع ان شاء الله هيتصرف القديم اللي هو من سنتين. ده مذكره خاصه بحكام الموفيه كلهم الحقيقه، مش انا لوحدي. والسنه اللي فاتت يمكن ليا 7 ماتشات او 10 ماتشات تقريبا من السنه اللي فاتت، فزمايلي ان شاء الله تخلص برضه بامر الله في خلال الاسبوع ده يعني. كابتن محمد عباس، يعني حكمنا الدولي وحكم لقاء اليوم، انت تدي نفسك كم من 10 النهارده؟ صعب قوي الواحد راضي عن نفسي الحقيقه، انا راضي عن نفسي عن ادائي، لكن ادي لنفسي. كلنا واحنا خارجين من الملعب بنبقى حاسين احنا ما اخطأناش، لكن لما بنتفرج اكيد بيبقى في اخطاء. الحمد لله لهم انها مش مقصوده، ومفيش مباراه ابدا بدون اخطاء. كابتن محمد، انت محمد عبده تحياتي لحضرتك. انت ليك يعني اسلوب جميل كده دايما، وانا قلت حتى اثناء التعليق دايما تبتسم في اي حاله. قول لي يعني سر الابتسامه ده، عشان احنا عندنا حضرتك ما شاء الله ربنا يزيدك ابتسام، عندنا على الجانب الاخر كابتن فهيم بيبقى مكشر، فدي مزعله ناس ودي مزعله ناس. قول لي بقى حكايه الابتسامه دي. والله تبسمك في وجه اخيك صدقه من الاول. حتى النهارده الناس بتسالني بتقول لي انت ما وقفتش المباراه لما انت مش شتمت، فقلت لهم انا ممكن يعني اسالك في حق انا كلها حسنات للاخره يعني. انت يمكن النقطه دي تحديدا هو احنا لاحظنا ان انت وقفت المباراه وكنت بتتكلم مع جوزيه ومع سيد ومع يعني ما كانش واضح ايه اللي حصل ساعتها. هو انت عارف الجماهير لما بيزيد السباب بس والواحد بيحس انه زاد عن الحد، وده مش مطلوب في الرياضه الحقيقه، لانها في الاول وفي الاخر رياضه يا جماعه، رياضه طبعا. يكسب ويخسر ده بتاعت اللي موجود، او ربنا كاتب له يكسب هيكسب. فمش دايما يبقى فيه يعني كان زمان بيقولوا شيلوا الريف. يوم يعني اقصى السباب سمعناه زمان شيلوا الريف، لكن دلوقتي بقت ام واب ودين وحاجات صعبه. انا اتمنى انها تنتهي من الملاعب.
وبخاطب جماهير الاهلي بالذات لانها جماهير كبيره وعريضه، جماهير الزمالك، جماهير الفرق الجماهيريه ديت تبدا بنفسها يا جماعه بلاش نبدا نشتم بعض، لان في السن النهارده يا شيخ بكره وده الطبيعي، هتفضل مستمره الحاله. فاحنا يا رب تنتهي من ملاعبنا الاخلاق اللي هي السيئه. طبعا السباب ده كان من جماهير الاهلي. يعني ما دي برضه انا مستغربها، يعني الفرقه كانت كسبانه ومفيش حاجه يعني، وكان في الاخر خلاص يعني النتيجه كمان كانت بقت 3-1. طب كان ايه المناسبه يعني؟ ما كانش في حاجه حاصله في الملعب، كان في حاجه حاصله احنا ما شفناهاش. لا والله الحقيقه انا مش شايف في حاجه وسبب، لكن بتمنى يا رب الاوضاع تهدى زياده عن ما هي، ونرجع بقى نلعب كوره جميله ونرجع لاخلاقنا. الرياضه اخلاق زي اول بند في الرياضه، الرياضه اخلاق ان شاء الله. محمد مصطفى سعد بيقول لك الله ينور على الاداء يا كابتن محمد، ومحمد موسى بيقول لك قطع شبك الجوال يا كابتن عشان تاخد مستحقاتك كنوع من التظاهر، وراهنك في الحاله دي هتاخد كل المستحقات. انا نلعب جوال زي ما حضرتك قلت، احنا هواه طبعا مش عمرنا ما نتوقف عن التحكيم حتى لو تاخرت كل مستحقاتنا، لكن احنا بنحب التحكيم، ويا رب نداء اتحاد الكوره يبقى دايما في بالهم المستحقات الحكام اولا باول عشان ما يبقاش متاخر كتير. طب كلمه توجهها لكابتن بقى جهاد اللي هيسافر يوم الاثنين ان شاء الله افريقيا. جهاد اخويا، جهاد بقول له يا جهاد ربنا يكرمك، وممكن انا كلمته في التليفون قلت له الكلام ده وقابلته قلت له الكلام ده. يا رب جهاد ان شاء الله ياخد النهائي، ومن بعدها يبقى في كاس العالم بامر الله. جهاد يستاهل كل خير، مجتهد لسه صغير، عنده فرصه ان ربنا يكرمه في كاس عالم، بحيث ان مصر تمثل في كاس العالم، وهو يمثل افريقيا، يمثل مصر في افريقيا دلوقتي، فربنا يكرمه ويوفقه ويرجع لنا ياخد النهائي ان شاء الله بمجهوده وبستايله الجميل وبحسن ادارته للمباراه بامر الله. مفيش اي اخبار عن احتراف الحكام عندنا يا كابتن محمد؟ والله احنا عندنا احتمال في خلال اسبوعين في معسكر هيبقى او في قعده للحكام، الكابتن عصام اكيد هيتكلم فيها، لان لو المنظومه بقت كلها محترفه لازم الحكام يحترفوا برضه، فده اكيد وارد كل يعني المنظومه غلط عليه، فالحكام لازم يخشوا في هذه المنظومه يعني. كابتن محمد عباس حكمنا الدولي بالتوفيق، ونشكرك شكرا جزيلا. هي كابتن عصام استاذنك بس انا مش حكم دولي، انا اقدر اقول لك كنت دخلت ترشيح ماليش نصيب، لكن الحمد لله انا راضي بقضاء ربنا خير يعني. قربت ما تقلقش. ربنا يبارك في حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عباس.